تعالوا نشوف لما هتف الطنطاش اللي هو القاتل، ضابط التركي القاتل، هتافه، عشان اسمعكم هتاف اخر ردد ايضا في مصر، ولكن ردد فين؟ نشوف الاول الهتاف اللي هو ردده. إذن القاتل ردد نشيد وهتف الله أكبر والكلام ده اللي احنا من امبارح عمالين نتكلم عليه، ولكن المفاجأة، وربما ما تكونش مفاجأة ولكن نعتبرها أنها مفاجأة، هذا النشيد كانت جماعة الإخوان الإرهابية هتفت هذا النشيد. هذا هو نشيد جماعة الإخوان. مش بقول عليه إنه إخواني ومش بقول عليه إنه إخوان من دينه، لا خالص، بس بقول إنه التطابق، يعني ممكن تطبق الاثنين. التطابق بين الاثنين إيه؟ ليه؟ هو أي حد بيقول النشيد ده، ولا لازم يكون التنظيم أو المنهج اللي بيتم؟ ما هو التنظيم جوه والتنظيم بره، ده تنظيم دولي. ما هو أردوغان جزء من التنظيم الدولي، واللي موجودين معاه دلوقتي في الحكم جزء من التنظيم الدولي، كلهم بيتكلموا، واللي موجودين في الشرطه نفس الحكايه، مفيش حد عنده خارج هذا التنظيم. طب تعالوا عشان ناكد بس اللي قاله، قال لك نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد. تعالوا نشوف الهتاف ده مين اللي كان بيردده بالضبط. نشوف. الذين بايعوا محمدا على الجهاد حاملين في الورى دستورنا، بالحق كنا رافعين صوتنا، وحاملين في الورى دستورنا، لا نرضى بالدنيا ولا نخشى فنا، وهل يهاب الناس من يهوى الردى، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين